هاي. لا غير قولوا لي واش من نيتكم فكرتوا اللي وهله وقلتوا راه ممكن كوثر هاد العام ما غاديش دير لنا الفيديو ديال دقيقه 90. ما يمكنش كل عام كندير لكم فيديو ديال كيفاش تعتقوا الموقف في الدقيقه 90 ومن طبيعه الحال يؤتي باكله كتجي عندي في الاخير كتقول لي كوثر راه جبنا مزيان كذا وانا كنولي فرحه وسعيده جدا. داكشي علاش من طبيعه الحال ما غاديش نتخلوا على العادات والتقاليد ديالنا. حتى هاد العام ان شاء الله غادي ندير لكم الفيديو ديال كيفاش تعتقوا الموقف في الدقيقه 90. دابا مابقاش لكم بزاف الجهوي مابقاش لكم بزاف الوطني، خاصنا نعتقوا الموقف. ومن طبيعه الحال باش ما ننسى حتى شي فكره كتبت كلشي في هاد الصفحه هادي. الناس اللي ما كيعرفونيش يقدروا يقولوا لي بصفتك شكون انت كتعطينا النصائح. بجوج ديال الصفات. الصفه الاولى انه انا واحد الشخص اللي ما كنحفظ حتى الدقيقه 90 وفي الاخير ان شاء الله الحمد لله والشكر لله كلشي از جود، نقاط جيده والنجاح مضمون. هذاك ما كنهضروش عليه، حنا ما كنخدموش على النجاح، حنا الحمد لله والشكر لله كنخدموا على النقاط الممتازه. وثاني صفه كنهضر بها واللي هي انني ماشي غير انا اللي كنستافد من النصائح ديالي وانما حتى نتوما كتستافدوا من النصائح ديالي وفي الاخير كتجيو عندي وكتفرحوني بالهضره ديالكم وكتقولوا لي بلي راه بصح جابت نتائج جيده. داكشي علاش حتى انا كنتشجع نعاود نهضر لكم ونعطيكم نصائح اخرى باش انكم تجيبوا نقاط اللي يكونوا ممتازه اكثر واكثر. هذا توضيح للناس اللي ما كيعرفونيش وصافي. المهم بلا ما نضيعوا بزاف ديال الوقت let's get started. بقى لك شهر، بقى لك شهرين، بقى لك سيمانه، بقى لك 3 ايام. بما انه مازال ما تحطاتش الورقه قدامك مازال عندك الوقت، ولكن الا بديتي دابا انا كنامن بهذه المقوله 100% واللي هي انه مازال ما بداش الامتحان يعني مازال عندك الوقت. كون عندك غير ساعه قبل الامتحان راه عندك الوقت انك تراجع فيه. ما تنساوش تصيفطوا لي شحال جبتو كما العاده. اول حاجه بداو بالدروس اللي كيتعاودوا بزاف. دخلوا الو سكول، دخلوا متمدرس، كاينين بزاف ديال لي سيت اللي كيحطوا امتحانات ديال الاعوام اللي فاتوا. دونك غادي تاخذوا شي امتحان وطني جهوي اللي كان داكشي كدوزو كل واحد المستوى ديالو. غادي تشوف شنو التمرين اللي عليه اكثر عدد ديال النقاط وكيتحط في هذا الامتحان وتحط في هذا الامتحان وتحط في هذا الامتحان باش ما تبقاش غادي بهذه الطريقه ديال انه ما بقاش ليا بزاف ديال الوقت. يلاه بديت، يلاه صليت الدرس الاول خدا ليا 2 سيمانات، دابا غنبدا في الدرس الثاني. يقدر ياخذ لك حتى هو واحد 2 سيمانات، يقدر ياخذ لك 3، يقدر ياخذ لك قل اكثر، ما كيهمش. ولكن لا، ما خصناش نمشيو على هذا الاساس ديال الترتيب ديال الدروس. الدرس الاول، الدرس الثاني، الدرس الثالث. علاش؟ حيتاش تقدر يكون واحد الدرس ما فهمتيش مزيان ولا خدا لك بزاف ديال الوقت، ولكن في الامتحان معليش نقط بزاف يكونوا عليه غير نقاط بساط ولا شي حاجه وانت ضيعتي عليه مجهود وطاقه ووقت كبير بزاف. لا، كنخدموش بهذه الطريقه. حتى ستريس كينقص عليكم الا بديتو ديجا بداكشي اللي هو مهم واخد بزاف ديال النقاط في الامتحان. ملي كيبقاو لك غير دوك الدروس الخفاف ما كتبقاش هاز الهم ومستريس بحال الا تابعينك دوك الدروس اللي كيكونوا كبار وثقالين وما كتحس بلا راه خاصهم بزاف ديال التركيز. دونك هذه اول ادفايس. ثاني ادفايس واللي هي الاكتيف ريكول، ديما كنهضر عليها وغنبقى ديما كنهضر عليها، واللي هي قريتو الدرس حطوا الورقه ما تبقاوش تشوفوا فيها. داكشي بقى لكم في دماغكم من معلومات على داك الدرس تكتبوه بستيلو زرق في الورقه، تعاودوا تطلعوا على الدرس تشوفوا شنو هما المعلومات اللي ناقصينكم في ديك الورقه اللي كتبتوا فيها، تعاودوا تكتبوهم بستيلو احمر، تعاودوا نفس الطريقه حتى تكملوا الدرس كامل. داكشي اللي بستيلو احمر غتعاود تقرا وتعاود تقرا وتعاود تقرا حيت هما اللي مازال ما شديتيهمش مزيان. تيتفيكساو لك في دماغك. خذ ورقه بيضاء وحده اخرى، عاود نفس التقنيه وبزاف ديال المرات تتشوف راسك الورقه كامله كاتبها بستيلو زرق وليتي شاد الدرس ديالك. ديك الساعات الامور تحت السيطره ودوز للدرس الاخر. دونك عقلوا عليها مزيان. ثالث حاجه ديما كنهضر عليها حتى هي واللي هي سبيس ريبيتيشن. شنو هي؟ التكرار المتباعد. يعني الناس اللي كيبغيو يحفظوا كيقول لك راه كنسى دغيا وكيمشيو نهار الامتحان كيبداو يكتبوا كيتفكروا بلي راه المعلومه اللي خاصهم راه كاينه في السطر الفلاني الفلاني في الدفتر الفلاني الفلاني في الدرس الفلاني الفلاني، ولكن ما عارفين شنو هي ديك الكلمه، ما عارفين شنو هي ديك المعلومه. السبب ديالكم هو انكم ما كتخدموش بهذه التقنيه، واللي هي انكم مثلا حفظتوا الدرس اليوم. ماشي حفظتوا الدرس اليوم يعني راه بصح حفظتيه، راه داك الدرس مشى لك غير للذاكره قصيره المدى، يعني ما غاديش تبقى عاقل عليه بلا ما تحلم. شنو غدير؟ اتعاودوا غدا ان شاء الله، غدوز واحد 3 ايام عاودوا عاوتاني، دوز واحد سيمانه تعاودوا. واش فهمتوني؟ تكرار متباعد على فترات متباعده. ثقوا بيا
الا خدمتو بهذه الطريقه مستحيل شي حاجه تعاود تنسى ليكم. غتحفظوها اليوم، راجعوها غدا، راجعوها من بعد يومين، راجعوها من بعد سيمانه، راجعوها من بعد 15 يوم. يا هادشي الا بقات لكم 15 يوم، الا بقاتش لكم 15 يوم صافي بقاو راجعوها تقريبا نهارين، نهار لا ديك الساعات. وحتى الا ما عندكمش مشكل ديال انكم كتنساو، كونوا متاكدين الا بقيتو كتخدموا بهاد لا تكنيك غتكونوا غادي مزيان في داكشي اللي كيحتاج الحفاظه. وراه كلشي كيحتاج الحفاظه، سواء لي ماتيير سيونتيفيك سواء المواد الادبيه، كلشي محتاج الحفاظه، حيت المواد العلميه راه فيهم القواعد، فيهم بزاف ديال الحوايج اللي متعلقين بالحفاظه. هذه اللي غنقول لكم دابا مازال عاقل عليها مزيان فاش قرب الوطني، ما كاينش هذه باش بغيت خدامه شنو هي. وماشي غير في الوطني، حتى في الجهوي كنت خدمت بها، واللي هي الطريقه الصحيحه ديال الامتحانات. دابا انا غادي نقولها لكم وعقلوا عليها مزيان. نتوما عارفين بانه الامتحانات اللي فاتوا مهمين ومهمين بزاف، ضروري ما تخدموهم. راه ما يمكنش، راه الناس اللي كيخدموا بزاف ولكن ما كيجيبوش مزيان، كونوا متاكدين انهم ما خدموش عدد كافي ديال الامتحانات. يعني بقاو مركزين على الملخصات والحفاظه، وفي الاخير ما خدموش الامتحانات مزيان، فمن طبيعه الحال ما غيجيبوش مزيان. الناس الذكيين اللي متبعيني غادي يخدموا بطريقه اخرى. شنو هي؟ 70% ديال الخدمه ديالك امتحانات، ابار داكشي اللي قلت لكم ديال الملخصات وكذا، غادي تخدم داكشي مزيان، الامور تحت السيطره، دوز للامتحانات. ولكن حتى الخدمه ديال الامتحانات راها فن، واش فهمتوني؟ خاصك تكون ذكي فيهم. ماشي غادي تخدم امتحان صافي راك بصح خدمتي امتحان. نوريكم الطريقه الصحيحه والذكيه باش انكم تخدموا امتحان ويبقى لكم داكشي اللي خدمتوه في دماغكم، يعني ما يتنساش عليكم. اول حاجه غادي تمشيو لشي بلاصه اللي تكون بحال هكا كالم، اتوجدوا الجو ديال الامتحان. التليفون ما كاينش، الماكله ما كايناش، قهوه ما كايناش، داكشي كامل ما كاينش. يعني بحال راك كدوز امتحان. علاش؟ باش عقلك ما يبقاش يولف تنشرب قهوه عاد باش نخدم، تنشرب اتاي عاد باش نخدم، تنحط شي حاجه حدايا ناكلها عاد باش نخدم، تنخدم موسيقى عاد باش نخدم. هادشي كامل ما كاينش، تليفون ما كاينش. بحال النهار ديال الامتحان. انا الصراحه كنت كنمشي للسطح ما كنت كندخل، كندي معايا واحد الطبيله، كنحط الورقه ديال الامتحان، كنحط الدفتر ديالي وكنبدا نخدم. ومن طبيعه الحال بالكرونو. شنو هي بالكرونو؟ يعني ما عنديش الحق نفوت الوقت المحدد ديال الامتحان ولو بدقيقه. وقول للناس اللي معاك في الدار انه انا كنخدم واحد الامتحان، ما تعيطوش ليا. علاش؟ باش ما تبقاش تخرج على الوقت ديال الامتحان، وحتى باش تكونسونطرا مزيان معاه. يحاولوا يعذروك واحد شويه، يعني انه راه ما بقاش لكم بزاف انكم دوزو داكشي. علاش؟ حاول انك تفهمهم انه خصوصا الا كنتي خدام في امتحان ما يعيطوش لك. عندك امتحان مثلا فيه ساعتين 3 سوايع، غدير كرونو على 3 سوايع على ساعتين، غتحط التليفون ديالك، ما كاينش تليفون، ما كاين موسيقى، ما كاين والو، غتبدا خدام. قلنا سليتي الامتحان، دابا جا الوقت باش انك تصحح الامتحان. من طبيعه الحال كتصحح الامتحان عاوتاني، كتخرج من المود ديال الطالب ديال ليتيديون ولا ديال ليليف، كتدخل المود ديال المصحح. كتاخد ستيلو احمر، السؤال الاول كتحط تصحيح داك. بطبيعه الحال كاين تصحيح في جوجل، غادي تجبدو، غادي تشوف السؤال الاول كيفاش داير، وما تعاتقش مع راسك في التصحيح. ما تبقاش تقول راه هادشي اللي كنت باغي نقصد وتعطي راسك النقطه. الامور مش كده، واش فهمتيني؟ ماشي لا عطيتي راسك ديك النقطه راه المصحح، حيت المصحح ما غاديش يتعامل معاك بديك الطريقه. داكشي علاش غادي تاخد ستيلو احمر، الجواب صحيح، الجواب صحيح، الجواب ماشي صحيح، الجواب ماشي صحيح. ما تقولش لي لا انا راه غير ما كملتش الجواب. ما كملتيش الجواب 0.25 0.5. المهم كيف ما غادي يكون التصحيح الحقيقي. وانت كتحط كل حاجه والنقطه ديالها، كل سؤال والنقطه ديالو، كتكتب كيفاش خاصو يكون الجواب بستيلو احمر. مثلا عطيتي واحد الجواب ولكن ما كملتيش ولا كان خطا، غتمسح داك الجواب بستيلو احمر وغتكتب بلاصتو الجواب الصحيح. ومن طبيعه الحال كتبوا في الفوق السميه ديال الجهوي ولا ديال الوطني اللي كتخدموه، اش من عام، واش سيسيون نورمال ولا غاتخاباج، باش انكم ملي يقرب الامتحان غتجبدوا تراجعوا داكشي. ضروري غتقول لي كيفاش نراجعوا؟ ضروري تراجعوا داكشي. هاد الطريقه هي من اكثر الطرق اللي نفعوا معايا الصراحه، خصوصا في الباك خدمت بها بزاف. ضروري تعاود تراجع الاجوبه ديالك،
شنو انا درت، شنو الجواب اللي كان خاصني ندير، شنو انا درت، شنو الجواب اللي كان خاصني ندير. وكون متاكد واحد من دوك الاسئله غادي تعاود لك في امتحان اخر، دونك غادي تستافد بزاف من داكشي اللي درتيه. وحتى الا ما تعاودش نفس السؤال غادي تعاود شي سؤال اخر من شي امتحان اخر. دونك حاول تخدم الماكسيموم ديال الامتحانات. هكا احسن لا؟ ما عرفتش. المهم نقول لي نتوما باش تو كيب ات ان مايند ملي تحسوا براسكم عييتوا شنو ديروا. بطبيعه الحال حنا ماشي دي روبو باش انهم نبقاو خدامين بلا ما نعياو. من طبيعه الحال كتجي واحد الوقيته اللي كنفشلوا فيها، كتجي واحد الوقيته اللي ما كنقدروش نكملوا، كتجي واحد الوقيته اللي كنحسوا براسنا خاصنا اللي يدفعنا. دونك الوقيته هادي شنو ديروا؟ ما تمشيوش للمواد اللي كيكونوا صعاب، خليو عليكم داكشي اللي صعيب وداكشي اللي خاطر، سيروا لشي ماده اللي تكون خفيفه. يعني بلاصه ما تمشيو تحسوا براسكم عييتوا وتفشلوا صافي وتجلسوا بلاصتكم وتحبسوا وفي الاخير رجع هادشي عليكم بنتائج سلبيه بزاف، من الاحسن انكم ما تحبسوش وانما تخفوا شويه الريتم ديالكم. يعني تمشيو لشي مواد اللي يكونوا خفاف. مثلا كنتو خدامين في المواد العلميه، الا كان عندكم الوطني كنتو خدامين في المواد العلميه حسيتوا براسكم عييتوا دوزو لونغ، دوزو الفلسفه، شي كيجيكم نتوما خفيف وماشي صعيب. كنتو في السيزيام نفس الحاجه، فرونسي هذا رجعوا شويه للعربيه. يعني كتبقاو غاديين، غير هو مشيتو في واحد الاتجاه اخر اللي كيخليكم مرتاحين اكثر. دونك ملي تحسوا براسكم عاوتاني رجعت عندكم الطاقه، كترجعوا عاوتاني للمواد اللي كيحتاجوا تركيز كبير. دونك فاهمين على هذه النقطه. عاودوا قولوا لي اسمكم. ملي كنعياو ما كنحبسوش وانما كناخذوا شي حاجه اللي كتكون خفيفه. مزيان. كيبقى فيا الحال فاش كنشوف شي واحد مسكين كيدير مجهود كبير ولكن ما كيجيبش نقاط مزيانين، كنعرف ان الخطا ماشي ديالو وانما يا اما ديال ليكول اللي ديجا قرا فيها، يا اما ديال المحيط ديالو اللي ما عرفش يتعامل مع الذكاء ديالو. حيت حنا الدماغ ديالنا مختلف وكل واحد والطريقه باش كيقرا. يعني انا الطريقه اللي نكون انا كنحفظ بها ولا كنقرا بها ماشي نفس الطريقه اللي تكونوا نتوما كتخدموا بها. كل واحد والطريقه ديالو اللي كتناسبو. نقدروا نخدموا بطريقه واحده ونجيبوا نقاط مختلفين. داكشي علاش حاولوا انكم تعرفوا الطريقه اللي كتناسبكم في القرايه ديالكم باش تنقصوا عليكم المجهود. حطوش حدود لراسكم. اكثر نوع ديال الاشخاص كنلقى معاهم مشكل فاش كنتناقش معاهم هما الناس اللي كيحقروا راسهم وكيصغروا راسهم. كنجي نقول لهم مثلا راه انت تقدر دير هذه الحاجه، كيقول لك لا انا راه الماكسيموم ديالي مثلا نجيب 12 13، الماكسيموم ديالي نخدم في هادي. واش فهمتوني؟ ما نقدرش انا نبقى نكمل في النقاش نحاول انا كنقنعو حيت داكشي مزروع ليه في الدماغ ديالو. واش فهمتوني؟ انا ما بغيكمش تكونوا بحال هكا بليز. الا كنتم متبعيني بزز منكم اصلا، الا كنتم متبعيني العقليه غتبدل 2026 العقليه غتبدل. ما تجيش تقول لي انا راه غادي واخا ندير مجهود كبير غنجيب 12 ولا 13. حيت الا قلتي هاد الهضره كون متاكد كاين واحد الشخص اخر غيدير مجهود قل من المجهود اللي درتيه بمليون درجه وغيجيب نقطه احسن منك، حيت هو كيامن بلي راه يقدر يجيب نقطه مزيانه. قولوا انا غادي ندير مجهود وداك المجهود واخا يكون قليل الا خدمت بذكاء راه غادي نجيب نقطه مخيره. ديك الساعات كتكون كتقدر المجهود ديالك، ما كتصغرش راسك، ما كتصدمش على راسك. انا داك الناس هادو ما كنفهمهمش. الناس اللي كيحقروا راسهم هذا اكثر نوع ما كنفهموش. الا كنتي انت كتحقر راسك وكتصدم على راسك شنو كتسنى من الناس الاخرين يديروا؟ مثلا كتسنى من الناس الاخرين يصفقوا عليك، كتسنى من الناس الاخرين يجيو يرفعوا عليك المعنويات؟ من طبيعه الحال لا. يقدروا يكونوا بعض المرات كيجاملوا كيقولوا لك لا راه تقدر، ولكن هما راه عاجبهم الحال في الداخل ديالهم انك انت داير بحال هكا. كاين واحد النوع مريض كيعجبو انه يشوف الناس كينقصوا من راسهم باش يحسوا هما بالافضليه. مثلا نكون نضرب مع واحد الناس كيبداو ينقصوا من راسهم وكيتسناوني حتى انا ندير نفس الحاجه. اي ويل نوت. داك النوع ديال الناس ما كنفهمهمش، عندهم واحد الجهد ما عرفتش منين كيجيبوه. يقدر يكونوا قاريين الامتحان لاقصى درجه ويجيو حدا الباب ديال القسم يبداو يبرزطوا لك راسك. انا ما قريت والو، انا راه ما قريت والو. انا اكثر شخص ما كنحفظش الامتحانات، ولكن ما كتكونش عندي الطاقه نبقى نقول لبنادم حتى انا ما قريت والو، انا ما قريت والو. نقدر نكون ما قاريه والو ديال بصح، ولكن ما فيا ما يهضر معاك. كنبقى كنشوف فيك وانت كتقول انا راه ما قريت والو الامتحان، انا راه ما قريت والو الامتحان، وكتسناني نقول لك نفس الحاجه باش انت ترتاح، باش الضمير ديالك يرتاح، باش تحس والله قريت مع هذا النوع، قريت مع هذا النوع. هو نوع مريض في راسو، مريض في راسو. تخيلوا
كنكون واقفه ما بيا ما عليا، كتجي كتبرست لي راسي على الصباح، كتبقى تقول لي راه ما قريت والو الامتحان، راه ما حفظت والو، راه ما درت والو. انا راه كثر منها والله ما دايره شي حاجه، ولكن شنو كتسناني نقول لها حتى انا ونكونفيرمي لها بلي راه حتى انا ما درت والو باش هي ترتاح. وملي ما كنجاوبهاش فاش كتبقى غير هي كتهضر، كتسنى كتقول لي باينه فيك انت قريتي، باينه فيك انت. ما كنجاوبهاش، علاش غنجاوب؟ قريت ولا ما قريت؟ باش غيضرك ولا باش غينفعك؟ ماشي غير في القرايه، هادشي كينطبق على بزاف ديال الحوايج. تقدري تكوني مثلا، تقدر تكون وحده جايه كتقول لك ما عرفتش علاش وجهي اليوم كيبان عيان، ما عرفتش علاش اليوم كنبان مريضه، وكتسنى تقول لي حتى انت نفس الحاجه، تقول لها حتى انا ما عرفتش مالي، وكتبداو تشكيو على بعضياتكم الطاقه السلبيه الطاقه السلبيه الطاقه السلبيه. الحمد لله انا صراحه ما عنديش هاد النوع في الحياه ديالي. انا الحمد لله غير الناس اللي كيشبهوني هما اللي كيعرفوني، ما عندي ما ندير بدوك الناس، حيت راه ما يمكنش الحياه قصيره ونزيدو نقصروها مع دوك الناس. المهم ارتحيت لكم بزاف، بان ليا وصلنا للاخر ديال الفيديو. ما عرفتش واش نقدر ندير لكم فيديو اخر على هذا الموضوع، ولا غادي يكون هذا هو اخر فيديو. مش اخر فيديو من طبيعه الحال، على بلا باش تراجع من ربي السلامه. لا زعما الا كان هذا مثلا هو اخر فيديو قبل ما دوزو الامتحانات ديالكم، يعني بوستيت مازال حتى شي فيديو على هذا الموضوع، بغيت نقول لكم اول حاجه ثقوا في الله وثقوا في راسكم، ثقوا في راسكم، ما تحقروش راسكم. راه واخا باقا مده قصيره، لكن انا كنامن بانه العبره بالخواتيم، العبره بالخواتيم. خدمتي في الاخر، جبتي الجهد مزيان، راه تقدر تجيب نقطه مزيانه واخا ما كنتيش خدام في الاول مزيان. وإلا كنتي جيتي حتى الاخر وفشلتي، راه في الاخير ما تجيبش مزيان. دونك شنو غديروا نتوما؟ بطبيعه الحال تجمعوا راسكم وتخدموا مليون في المية ديال الجهد اللي عندكم غتحطوه في هاد الشهرين هادي. ولا الا كنتو كتشوفوا هاد الفيديو حتى قبل سيمانه، في هاد السيمانه بقى لكم نهار في هاد النهار، حيت كاينين الناس كما قلت لكم اللي كيجيو حتى الاخير عاد كيقلبوا على الفيديوهات اللي هذا. دونك تحيه لكم، نتوما هما الاباطره. ما عليناش، قولوا لي فين وصلتوا في المراجعه ديالكم، قربتوا شويه، بقى لكم بزاف، بقى لكم شويه. الا وصلتوا لهاد اللقطه في هاد الفيديو، خليوه سر بيني وبينكم، ما تقولوا حتى شي كلمه، ماشي ما تقولوا حتى شي كلمه زعما، لا، خليوه سر بيني وبينكم. ندير لكم واحد الايموجي وكتبوا وديروا ليا في كومنت، تما غادي نفهمكم بلي راه وصلتوا لهاد اللقطه هادي من الفيديو. واش فهمتوني؟ كيعجبني بحال هاد الاجواء، واش فهمتوني؟ الا دخل شي واحد للكومنت ما غاديش يفهم السر ديال داك الايموجي. دونك الايموجي اللي غادي نختار هو هذا، بطبيعه الحال هذا عزيز عليا بزاف. دونك ملي توصل الفيديو لهاد اللقطه، ديروا هذا بلا ما تشرحوا للاخرين. واش فهمتوني؟ فهاد الشيء اللي كاين في هاد الفيديو. يا ربي يا ربي توفقكم وتوفقني حتى انا، راه حتى انا عندي غير مازال ما بديتش حتى انا بطبيعه الحال، حيتاش بصفتي شكون كنعطيكم هاد النصائح؟ من طبيعه الحال كنعطيهم لكم بصفتي انا اصلا. فيا هاد الفيس هذا ديال الدقيقه 90. خليت لكم الراحه، والسلام عليكم.